أستاذنا الفنان الكبير محمود الهديني، الأستاذ عبد الوهاب قتاية، الإعلامي الكبير إبراهيم الصياد، النحات العالمي آدم حنين، الإعلاميين الدكتور خالد فتح الله، الأستاذ أيمن مهدي، اللواء مصطفى أبو زيد رئيس نادي يخت الجيزة، الرقان هشام النعماني كبير مشرفين قناة السويس، الأستاذ سمير سالم رئيس القناة الأولى التلفزيون المصري، الأستاذ محمد مرتضى، ودول كلهم حضراتكم أعضاء الصالون البحري وصالون التنمية الثقافي. ما ننساش برضه إن وكيل وزارة الشباب اللي بنرحب بيه الأستاذ محمد عبد العال، رئيس إدارة العمل التطوعي. ومعلش كتير، احنا هنبتدي دلوقتي الفعاليات بندوة للأستاذ الدكتور مسعد دويس حول أخلاقيات استخدام اليمين، ثم يعقبها أستاذنا الكبير الشاعر الكبير دكتور أحمد تيمور عامل قصيدة للسودان مخصوص. وهنخليه برضه يقول إيه؟ البلد المحاصر بالتتار، عشان الظاهر التتار الجداد حصروا بلادنا، فهو هيكلمنا فيه. وبعدين هننتقل إلى الندوة الموسعة، هيكون الأستاذ دكتور عصام شرف ومعالي الوزير طارق مهدي والسادة موجودين مع حضراتكم. هنتكلم ازاي نستعيد الاخلاقيات والقيم ونرجع تاني احسن مما كنا. وبعدين هنتكلم على التكامل المصري السوداني. اشكر حضراتكم. اتفضل. شكرا يا فندم سيادة اللواء.